السلام عليكم يا بنات، مرحبا بكم في قناة إيزوميغي للأشغال اليدوية. عدت إليكم اليوم بفكرة جديدة خاصة بالأكسسوارات. راح أعطيكم طريقة صنع حامل الأكسسوارات على شكل دمية، على شكل فستان دمية. صنعت موديلين، موديل الأول خاص بالفستان وموديل ثاني خاص باللباس التقليدي الجزائري بلمسة الخاصة. تابعوا معي الفكرة جد سهلة وطريقة جد سهلة بأدوات بسيطة صنعت أروع حامل أكسسوارات. تابعوا معي الفكرة. اللوازم المستعملة: أعواد شواء، قماش ساتان أو أي نوع، سلك حديدي، دمية باربي، غطاء قارورة عصير، استراس، وأيضا دونتيل. راح نحتاج هذا فقط من جسم الدمية. سلك خاص بالمفاتيح، هذا خاص بالبورتكلي تاع المفاتيح. استراس، استعملت قماش ساتان وقماش قطيفة اختياري، واستعملت قماش فودان للفستان، ممكن تعوضيه بقماش الساتان. جسم دمية، أعواد شواء من هذا النوع سواء بالخشب أو بالحديدي. أعطيت لكم موديلين حتى تعرفوا كيفاش تخدموا تستعملوا سواء الخشبي أو الحديدي. راح نحتاج فقط جسم دمية. هذه الدمية اشتريتها في السوق الجزائرية ب100 دينار جزائري، 10,000. ندخل السلك في جسم الدمية بهذا الشكل. هذا النوع استعملت السلك الخاص بالمفاتيح لأنه جاي شكل دائري. إذا كان عندك سلك حديدي استعملي سلك حديدي. أنا ما كانش عندي متوفر أسلاك معدنية، استعملت هذا النوع. جاتني الفكرة أني نستعمل هذا النوع لأنه شكل دائري راح يعطيني منظر علاقة الأكسسوارات. غطاء قارورة عصير، طبعا راح نستعمله كقاعدة. أول شيء راح نبداو بالفستان الوردي. ناخذ قماش مربع على مقاس الجسم الدمية، نطويه على 4 طيات. نقصه من الجانب السفلي حسب مقاس الدمية. طبعا راح نستعمله أنا كشكل فستان. لنتحصل على قرص دائري، لازم نقصهم بهذا الشكل. تحصلنا على قرص دائري. نعود نطوي القماش ونقصه فقط من الزاوية العلوية، ندخله في الدمية ونتحصل على شكل فستان. هذه أبسط طريقة، أو على شكل تنورة. أنا أحببت أنا أستعمله كشكل فستان. نزينه بالدونتيل الأبيض. هذا الدونتيل اشتريته 200 دينار جزائري، 20,000 للكوبا. نشكل القماش على شكل فستان. نعمل عقدة في الوسط حتى نتحصل على فستان. طبعا التزيين حسب اختيارك، فيك تستعملي أي نوع فساتين على حسب ذوقك، على حسب اختيارك. الموديل الثاني هو لباس تقليدي. راح نعطيكم طريقة سهلة لصنع السروال المدور، سروال مدور الجزائري الخاص بالكراكو. نطوي القماش على نصفين، نخيطه من الجانبين على شكل كيس، نترك ثقب في الجوانب بهذا الشكل حتى ندخل الأرجل، ونخيطه في الجهة العلوية بهذا الشكل. طبعا في السروال الحقيقي تاع النساء ما يكونش بهذه الطريقة، راح يكون بطريقة محترفة للخياطة. أنا فقط صنعته للدمية.
ندخل الأرجل في الزوايا، وهكذا تحصلنا على سروال مدور، سروال خاص بالكراكو من الألبسة التقليدية الجزائرية. ندخل عود الشواء في جسم الدمية، يعني نخرجه من الأسفل حتى يكون كقاعدة. إذا ما كانش عندك عود شواء حديدي استعملي خشبي. استعملت قماش قطيفة هذا النوع. إذا ما كانش عندك هذا النوع من القماش استعملي الاستراس فقط. هذا بالنسبة لللباس التقليدي. أنا حبيت أعطيه شكل كراكو. كراكو هو لباس تقليدي جزائري. ألصقه بالمسدس الشمع. طبعا فيك تستخدمي الاستراس فقط. أنا أحببت أن أعطيكم موديل الثاني بلمستي الخاصة على اللباس التقليدي الجزائري، راح يعطي منظر جميل للأكسسوارات، خاصة الأكسسوارات التقليدية. طبعا ما تنسوش ترفعوا السروال من جهة الأرجل حتى يكون منظره سروال مدور. نضيف الحزام. وهكذا أصبح السروال جاهز. الآن نلصق الحامل اللي صنعناه من أسلاك المفاتيح. تقدر تستعملي سلك معدني، أنا ما توفرش عندي سلك معدني استعملت هذه الطريقة تاع المفاتيح. نلصقها بالمسدس الشمع، راح تكون متينة، ما تخافيش، ما راح يطيح منها الاكسسوارات. طبعا القاعدة صنعتها بغطاء قارورة عصير. فرغت مسدس الشمع داخل الغطاء. بواسطة طلاء الأظافر الفيرني صبغت رقبة الدمية باللون الذهبي، وصبغت الأسلاك أيضا باللون الذهبي. هناك طريقتين لصنع القاعدة، سواء بالجبس والماء. هذا الجبس عند بائع لوازم البناء. وإذا ما كانش عندك هذا النوع من الجبس استعملي فقط مسدس الشمع، افرغيه كله في القاعدة وثبتي عليه السلك أو الخشبة. الجبس موجود عند بائع لوازم البناء. اشتريته بالميزان، يعني 50 دينار جزائري. اعطيني كمية لبس بها نقدر نخدم بها عدة أشياء. نتركه يجف قليلا ثم نثبت عليه الدمية. طبعا إذا ما كانش عندك هذا النوع من الجبس استعملي فقط مسدس الشمع. نثبت عليه الدمية بهذا الشكل ونتركها تجف حوالي ساعتين لتصبح قاعدة من الجبس متينة، ما تكون ما تطيحلناش، يعني كي تكون قاعدة يابسة وصحيحة ما تطيحش الدمية. اللمسة الأخيرة نغلف بواسطة استراس أو الخرز حتى نغطي شكل مسدس الشمع. هكذا تحصلت على حامل الأكسسوارات. يبقى فقط اللمسة الأخيرة هي التزيين بالدونتيل والورود. طبعا لكل واحدة منكم عندها لمستها الخاصة، زينها كما تحب. أنا أعطيتكم الطريقة الرئيسية لصنع هذا الحامل الأكسسوارات بالأدوات البسيطة موجودة في كل بيت. زينتها بالورود، والموديل الثاني زينته بالدونتيل الذهبي. وكما تلاحظوا عطيته شكل سروال دائري. هنا جاني شكل لباس تقليدي،
والموديل الثاني هو لباس عصري. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها وتنجحوا فيها في البيت. كانت هذه فكرتي تاع اليوم. ألتقي بكم في أفكار أخرى جديدة. تقبلوا تحياتي. سلام.